ب10 جنيه بس اعملي احلى كمية فشار بالملح. لو عندك ايه توابل، جبنة، طماطم، اي حاجة تحطيها عليها برضو شغال. تعملي جزء السادة. بصوا ولا المرشة ده لسه بقى لما اجرب لكم بقى، وطعم بقى ايه الكراميل. سهل مش هيكلفك حاجة. بصي بقى القرمشة تحفة. هو زي كده. وايه طعم الفانيليا. انا بقى مش هقول لكم بقى على ايه، على المكونات. لما تخشوا بقى الفيديو هتعرفوا بقى المكونات ايه. تعملي ساده، تاخدي جزء من الساده دوت تحطي عليه اي طعم انتي حباه. هتعملي بالكراميل حادق بطعم، بالكراميل مسكر. تعمليها سهرة الجمعة. كل سنة وانتم طيبين، جمعة مباركة عليكم يا حبايب قلبي. ب10 جنيه بس. ابسطي عيالك بأقل إمكانياتك. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قابلين إيه يا حبايب قلبي من آخر فيديو، آخر وصفة كنا مع بعضينا، يا رب تكونوا جربتوها وتكون عجبتكم. والنهاردة مع وصفة جديدة. و اللهم صل على سيدنا محمد. النهاردة طبعا الجمعة، جمعة مباركة عليكم يا حبايب قلبي. ما تنسوش بقى تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كده ايه كتير النهارده. وتعالوا بقى نعمل حاجه حلوه كده لاولادنا ب10 جنيه بس، نفرحهم بيها كده وهم في الاجازه. يوم الجمعه اجازه كده يعني، استراحه من الدروس والمدارس والحاجات دي كلها والمذاكره. كده زي ما انتوا شفتوا، جبت زيت وكميه زيت حلوه وحطيت عليها الذره الفشار. عادي خالص. الذره اللي انت بتعمليها في الاول بتبقى النار عاليه، اول ما يطقطق بقى والطقطقه تعلى كتير توطي عليها تهدي عشان ما يشدش. بصوا انا بوريكم بقى. الفشار ما فيهوش ولا واحده محروقه الحمد لله بفضل الله. بعمله بقى بالطريقه دي كده من زمان، حتى في السبوع بقى وفي الحاجات ديت بيطلع معيش ولا واحده محروقه. بعلي الاول، ولما بعلي طبعا الزيت بيسخن الاول، احط الذره اقلبه كده زي ما انتوا شفتوا، و واغطيه واعلي عليه. وبعدين لما اعلي اسمه دوت بوطي عليه خالص لغايه ما يطلع بالشكل ده. انا قسمت كده الفشار على جزئين، جزء هملحه عادي والجزء التاني هكرمله. طب تعالوا بقى نشوف كده الكراميل. معايا كده كوبايه سكر او مج سكر، معايا الحله بتاعتي او الطاسه او اي حاجه، الصينيه بتبقى سخنه وما بقاش نقطه ميه وسخنه قوي. بنزل بقى بالكوبايه السكر كده، واول ما ابتدي يسيح ابتدي انا اقلب فيه كده لغايه ما السكر كله يبقى سايح ومتكرمل كده معايا. طبعا كده انا معليه لغايه دلوقتي النار. واول ما بقى بحس ان هو خلاص يعني 3/4 داب، بوطي النار. ليه؟ عشان مش عايزاه يبقى عالي. قبل ما ادوب كل فتفوته سكر، يعني حبايه سكر، يكون هو عالي، الباقي اللي ساح يتحرق. لا بوطي بقى. هنا كده كنت موطيه، وطيت، ابتديت ان انا اوطي. واللي يديني بقى الطعم الحلو ان انا اللهم صل على سيدنا محمد، تحطي له معلقه زبده. انت معلكيش معلقه زبده، انا حطيت معلقه سمنه جنه. والله ما فرقت خالص يعني، هو الطعم تقريبا، لان انا بحط زبده فرن ما عنديش. حطيت معلقه كبيره سمنه جنه، قضت ووفت بالطلب اللي احنا عايزينه والطعم اللي احنا عايزينه. مش هنوقف الحاجه عشان ما عنديش زبده مش هعمل الوصفه، لا. في بدائل بتبقى حلوه وبيبقى طعمها ماشي عادي زي الزبده. هنا معايا بقى باكوين فانيليا ويدوني بقى طعم للكراميل، ما اقولكيش بقى طعم وريحه. بنزل بالباكوين الفانيليا قبل ما السمنه كده وهي بتسيح، عشان انا مش عايزه اطول. كل ده انا مهديه على النار على فكره، مش معليه عشان ما يتحرقش معايا، حتى لو حاطه له السمنه او الزبده. ماشي. اللي بيدي بقى عداله كده للطعم ويبقى طعمها حلو، رشه ملح كده بيوازن معاك الطعم. خلاص بقى ساح وكله دب في قلب بعضه. انزل بقى بحبه الفشار اللي انا سايباه اهو. اقلب بقى الكلام ده يا حبايب قلبي كويس، وكل ده وانا موطيه برضو. طب حد يقول لي طب اطفي النار بدل ما خلاص. لا، انا بخلي النار كده شمعيه زي بتاعه الرز كده، علشان الكراميل اللي معايا لما بطفي عليه هيمسك على طول. ليه؟ لان انا مش حاطه له اللبن، لان انا مش عاملاه بلبن، انا عاملاه بسكر بس وزبده او سمنه. فبخلي النار بقى عليه كده اهوت هادية، عشان اعرف يفضل برضو سخن معايا ويبقى سايح، واعرف اقلب الفشار معايا كويس. وكل فشارية كده، فشارية ولا ايه هي اسمها كده برضو مش عارفة. وكل حبة فشار بتبقى
غطيتها بالكراميل اللي انا عاملاه الحلو دوت، اللي هو يعني كل حاجه السكر عندنا في البيت، والفانيليا برضو في معظمها في البيت، حتى لو مش عندك هتجيبي بنص يعني مش عارفه هي بكام دلوقتي، بجنيه باين الباكو بجنيه او حاجه زي كده. تمام يا حبايب قلبي، والموضوع سهل، وعملنا بصوا صينيتين كبار زي ما تشوفوا كده اهوت، او شفتوا في اول الفيديو. هحط لكم في مقطع كده في اول الفيديو. بصي الصواني دي بتاخد يعني 3 بقى اكل، يعني الصواني دي كبيره يعني بنحط فيها بقيه اكل كده وناكل عليها. ماشي، بصوا بقى يعني ب10 جنيه فرحتي اولادك وشهيصتيهم وكل حاجه. انا بس طبعا الكراميل ده يبرد خالص، ما احطش ايدي فيه وهو سخن عشان ما تتلسعيش. انا بقول لك كل حاجه، يعني كل حاجه بنساها بفتكرها الحمد لله اهو. ما تحطيش ايدك فيه خالص، وانت برضو بتعملي الكراميل تبقى حذره، يعني ما يبقاش طفل واقف جنب منك تبقى تعمليه على العين اللي جوه مثلا ولا حاجه، مش على العين اللي بره. وامسكه اول ما يبرد خالص كده بقى، اروح مفصفصاه كده وحطاه في الطبق بتاعي. بالساده حطيت عليه ملح، انت عايزه ايه طعم تاني حطي فيه الطعم اللي انت حباه. في اطعمه في اطعمه الفشار او بوب كورن زي ما بيقولوا، بالجبنه بالطماطم بالحاجات دي. جربيها وما تنسيش في اللايك وشير وكومنت حلو تشجيع منك ليا. وانا حاسه المشاهدات كده قلت الايام دي، شجعوني يلا وقولوا لي رايكم ايه في الوصفه دي.